السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة الشيف خالد مافيا. فيديو جديد كالعادة. لحد الآن لسه في ناس مبتدئة في مجال الجزارة أو بتحب الجزارة أو ليها هواية الجزارة، ولحد الآن في ناس كيفة مثلا بتحب إن هي تشفي وتحب إن هي تعمل مشوي في البيوت، سواء كان راجل أو كان ست. في ناس برضو في البيوت بتحب إن هي تشفي وعندها خبرة مثلا بسيطة، فإحنا هنديها برضو زقة كده وحاجة على السريع. لو أنت عندك فخدة وعاوز تشفيها وتطلع منها كباب مشوي، تقدر ازاي انت تشفيها بكل سهوله وتجهزها للشوي. طبعا النهارده هنتكلم عن التشفيه وازاي انت تجهز الفخده للشوي، وبعد كده هنجيب فيديوهات تانية للتوضيب، بس عشان خاطر ما نطولش بمده الفيديو. كده هنبدا اهوت. لو عندك فخده بنفس الشكل ده، ان في فخده يمين وفخده شمال، تمام، يكون الاثنين عكس بعض. في واحده بيبقى فيها الغراب دوت، دي عظمه على اسم طائر، ده اسمها الغراب. اول حاجه بنشيل حته اللحمه دي كده بنفس الشكل ده، وتقطع هنا كده الحته العظميه دي بسيطه كده، تبقى عامل خدش بسيط كده. شيلنا احنا حته اللحمه دي كده اهو، تمام. تبدا تيجي من جنب العظميه وتعلم عليها كده، علمت عليها بنفس الشكل ده اهو. تيجي هنا من نهايه الغراب ده كده، في نهايه العظمه دي بتحط كده الكزه بتاعك تحت شويه وتنطر دي كده، تمام. طلعتها بنفس الشكل ده اهي. تشيلها بقى كده بنفس الشكل ده كده كده. انت طلعت خلصنا العظمه دي، طلعت اهي، تمام. في حاجه تانية تيجي انت على عظمه الصدفه ديت، لها اسماء اخرى بس احنا هنقول عليها عظمه الصدفه، تمام. تتعلم على العظمه دي، على الدايره اللي هنا ديت كده، او الخرم اللي بيكون هنا ده كده، تمام. تبدا بقى انت بكل سهوله تبدا الفخده بقى ايه كده. اعتبر احنا كده بقى اهم حاجه المرحله، اهم حاجه العظمه ديت بتكون اصعب عظمه. بتيجي من جنب العظمه دي تمشي الكزدك بتاعك كويس، واهم حاجه برده الكزدك يكون حامي اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. تبدا بقى تزق اللحمه دي كده بصبعك اهو. في هنا عظمايه تحت زي الدبوس كده هنا اهي، بتعلم عليها كده وتبينها اهي. طلعت كده بكده خلاص، العظمه دي كده خلصت، تمام. كده احنا شلنا عظمه الصدفه دي. نيجي عند الموزه. في ناس بتطلعها على بعضها، وفي ناس بتشفيها من العظم وبتشيلها خالص. احنا هنطلعها اهيت، بس مش هنطلعها في الفخده دي، هنطلعها في الفخده اللي جايه. احنا هنشفيها، تمام. دي عظمه الموزه اهيت، بتبقى باينه يعني، حتى لو لاحظتوا ان اللحمه باينه عن العظم. بتيجي من جنب العظم اهي، تمام. فصلنا كده الموزه اهي، ودي من اسهل العظم اللي بيشال من الفخده. شلنا، علمت عليها، طلعناها، شلناها خلاص. فاضل بقى اللي هي عظمه المدفونه او الماسوره. بتيجي في نهايه وش الفخده وتشد خط بالراحه كده، بيتبان لك الموزه الثانيه. دي اول موزه ودي ثاني موزه. بيتبان لك الموزه وبيتبان لك عرق التريبيانكو، طبعا هو صغير في الخروف. تفتح كده اهو، كده تيجي هنا وتقف بقى، وتيجي في بدايه العظمه دي كده وتنزل كده وتمشي عليها بالراحه، تمام اهو. وتسلك كده حضرتك شايف كده. تبدا بقى بكل سهوله كده براحه بسن الكزلك بتاعك، وتعمل دي كده بصبعك كده وتسلك. ممكن ترجع بظهر الكزلك لو انت لسه مبتدئ، ترجع بظهر الكزلك، ما ترجعش بالسن، لان السن هيبوظ معاك اللحم. ترجع بظهر الكزلك كده وتلف هنا بقى ايه بالسن بتاعه كده اهو. تيجي هنا برده تسلك عظميه، تسلك الموزه دي كده هي كده. الفخده دي خلصت اهي. راجع هنا شغالين بالراحه عشان خاطر برده الناس تاخد بالها، مش شغالين بسرعه ولا حاجه. كده احنا شفينا الفخده اهيت، يبقى كده جاهزه تماما للشوي. فاضل التوضيب بس هنخليه في فيديو اخر بحيث ان هي تكون اللحمه متشمعه. ولكن ديت التشفيه. ادي وش الفخده، ادي السمانه، ادي الموزه الاولى او الامامي، الموزه الاولى وادي الموزه الثانيه، ده التريبيانكو، ده ظهر الفخده، وديت الكولاطه. الفخده كلها بتصلح للشوي، بتكون طعمها جميل جدا في الشوي. هنجيب الفخده الثانيه كده، احنا شايفينها واحده. هنجيب الفخده الثانيه اهي برضو زي الشغل بقى، ويمكن اسهل كمان. نعلم هنا برضو كده اهو، نزل اللحمه دي، تمام. قطعت الحته اللي انا بقطعها ديت. في ناس ما بتقطعهاش، بس انا بقطعها كده بتسهل عليا فيما بعد. نعلم على عظمه الصدف كده زي ما حضراتكم شايفين، او على الدايره ديت. نمشي برضو من جنب العظميه كده اهي، تمام. برضو الدبوس اللي قلنا عليه، او العظميه اللي بتبقى تحت في نهايه الصدفه اهي. حضراتكم شايفين كده عملتها بصبع ازاي اهي، تمام.
نيجي برضو عند الموزه، احنا شفينا الثانيه ولكن هنشيل ديت مش هنشفيها عشان تشوفوا بتتقطع ازاي. هي اسهل ما يمكن، الموزه سهله جدا اهي. دي الموزه بتكون في المطعم زي ما حضراتكم شايفين، تبقى بنفس الشكل ده. الموزه اهي تبقى بنفس الشكل ده، تمام. كده احنا شلنا الموزه ما شفناهاش. تيجي برضه زي ما قلنا، تيجي عند عرق الكولاطه اهوت، عفوا عرق التريبانكو، تعلم كده اهو. كده احنا شلنا العظمه بتاعت المدفونه او الماسوره اللي بتكون داخل الفخده. هنفصل لكم فخده تفصيلها عشان ما تبوظهاش وتقطعوها عشوائي، عشان ما تبهدلوش الكباب اللي هيطلع منها. ادي الفخده اللي شفناها الاولى، دي اول فخده شفناها. ده اسمه عرق دم يكون داخل الفخده، ده بيتشال ملوش اي استخدام، حتى ما بيخشش في البوش ولا بيخش في الفرن. ادي اول موزه، دي اول موزه بتتشال اهيت، دي رقم واحد برضه بتوضب كباب. ادي الثانيه برضه بتوضب كباب. طبعا لما بتتشمع بقى في التلاجة شويه، ده برضه تبقى عرق دم، حاجات سمينه اللي ممكن تشوفها دهنه بس هي مش دهنه، دي بتبقى زي نظام زيتونه او ضرنه بتكون في الفخده، تبقى هنا ما بين الكولاطه ما بين عفوا التريبانكو وظهر الفخده. مش عارف معلق ليه معايا الكولاطه دي، بتبقى زيتونه او ضرنه بتتشال، يعني انت ممكن تشوفها حته سمينه كده ما تاخدش بالك منها. اما اللي هو في المجال او في مجال الجزاره يبقى فاهم ان ديت ايه، تبقى زيتونه او ضرنه كده يعني. دي بتترمي برده مالهاش اي استخدام. ادي وش الفخده طبعا بيكون جميل جدا، بيكون احمر مفيهوش اي سمين، طبعا بيتروق وبيتظبط بس لما بيتشمع بقى، تمام. كده عندنا ادي السمانه. طبعا اللحمه ديت او الخروف دوت بري صحراوي من مطروح، متربي على المرعى طبعا الصحراء على الاعشاب والكلام ده كله. طبعا لحمته بتختلف ما شاء الله، خروف حولي تقيل وزنه يعدي ال 45 كيلو، لحم صافي كده قايم يعني بعد الذبح يعني. ادي السمانه وش الفخده، ادي المستين. هنيجي هنا هنطلع الكولاطه اهي، الكولاطه كده طلعت تمام. وادي ظهر الفخده بالتريبانكو بتاعها. فصل الفخده تاني على السريع، لكن نعتذر ولو احنا طولنا في مده الفيديو شويه. ادي وش الفخده برضه اهيت، تمام. قلنا دي بالحاجات العروض دي بتتشال. خش على طبعا دي ما فيهاش الموز لان احنا شلناها في الموزه بعضمها. ادي السمانه تمام. طبعا دي في حته لحمه زياده مختلفه تماما عن الفخده، واللي يعرف دي جت هنا ليه او ديت جت زياده ليه يقول دي كانت فين في قلب الخروف. ادي السمانه، ادي الكولاطه، وادي وش الفخده. هنفصلها وبعد كده نبقى نروق بقى في فيديوهات تانيه في التوضيب. لو انت عاوز حاجه معينه تقدر تقول لي عليها، ادفع فوق. لو انت عاوز اي حاجه معينه تقدر تكتب لي في الكومنتات او تبعت لي على رقم الواتس بتاعي اي فيديو معين، اي استفسار تستفسر فيه عن مجال الدواجن. برضو الحمد لله انا عندي خبره كبيره في مجال الدواجن. لو انت عاوز تستفسر عن اي حاجه في مجال الدواجن، عن اي حاجه تخص المشوي تخص اللحوم، في رقم تليفون انا بسيبه، ده واتس وفون برضه. لو لقيته غير متاح ممكن تكلمنا على الواتس، بس هو لكن هو متاح على طول. تقدر تبعت لي او تقول لي على اي فيديو في دماغك انت عاوز تعمله، تكتبوا لي برضه في الكومنتات وانا ان شاء الله اقدر اعمله لك. احنا بدانا ان شاء الله ننزل فيديوهات. بقالي فتره كبيره كنت سايب اليوتيوب، بقالي فتره كبيره له ظروف شخصيه يعني. ان شاء الله بدانا نرجع وهننزل فيديوهات تانيه كتير تعليميه ان شاء الله للناس، وهننزل فيديوهات تانيه كتير عن مجال الفراخ وعن مجال اللحوم وعن مجال المشوي، وعن اي حاجه انتوا حابين. حتى لو احنا عايزين نتكلم في اي موضوع تخص اللحوم، في اسعار، في اي حاجه، تقدر من خلال برضه الفيديوهات ديت نقدر نتكلم مع بعض. كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك الجميل واللايك، وما تبقاش